يا يوم ما شد مهرتي تسلم وانا خيالها. يا بنت، هي يا بنت، هي يا سليمة. يما سليمة. يما شفيك يما؟ يا وي يا وي يا وي يا بنتي يا بنتي. قعدي يا وي قعدي. يا وي يا وي يا ويلي. ايش علامك؟ بطني يا بنتي، احس بمغص. يا ويلي. اغلي لك من العشبه يما. ايه يما. ايه اخ يا ويلي. يا ويلي يما. هذه يما لله يا بنيتي، هذه عشبة الموت اللي قتلتي بيها وصايف. ايه قتلت وصايف لجل خاطرك، قتلتها لجل تجوزي الشيخ رداد. صحيح، خير تفعل شر تلقى. خير؟ ومنين يجي الخير من قتل حرمة برية؟ يا مهبولة، من يوم أنا صر الشيخ رداد على طردنا من ديرته وأنا مغلولة ويا مغصي. الود ودي إنه هو اللي شرب النقوع مشان أنتقم منه. وش في غليلي يا ويلي مغصي. يا ويلي يا ويلي. كل هذا وما انتقمتي منه شر انتقام؟ الشيخ رداد قلبه كان معلق بوصايف، والحين ما ظنيت ان قلبه ظل بيه مكان للحياة. هذه بهي عيشة يمه. الموت أهون من هذه العيشة المرة. راح أشرب من نفس العشبة اللي قتلت بيها وصايف. أنا ما ظل عندي قدرة على هذه العيشة، مالي حيل عليها. سليمة، سليمة، تعالي. وتجابش يا خالتي بهالليل؟ سالم وافق تعيشي عنا. أمي أتركها هنية؟ الحين انت تيجي وبعدين نجيب امك. واحدة واحدة يا سليمة، واحدة واحدة. ما راح تصدقين يا خالتي لو قلتلش إني ودي أشرب من نفس نقوع السم اللي سقيتوه الوصايف، ولو توخرتي شوية ما كنت لحقتي علي. كتير خبلت يا بنت، في واحدة تقتل روحها. تعبت
تعبت من هالعيشة يا خالتي. وانا خالتك يا سليمة، إلا تعيش أحسن عيشة مع الشيخ رداد، راح الكثير ما ظل إلا القليل. اصبري. على أمرك يا خالتي. اسمعي، رد الحين، وانا ودي ارجع، ما ودي سالم يفقدني. قولي لامك خالتي تقول لك الحين انا وبعدين انتي، ونرجع زي زمان كنا. زين يا خالتي. تصبحين على خير. تصبحين. يما وش اللي شربتيه؟ وش اللي شربتيه؟ شربت نقوع اللي سويتيه يا بنيتي. نقوع وش يما؟ هذا السم اللي سقيتيه الوصايف يما. ذبحتيني لا يما لا. ذبحتيني يا بنيتي. لا يما لا. لا يما أنا ما ذبحتك. خالتي بتجي، جت برا تاخذنا نعيش سوا. تاخذنا عندنا نعيش سوا يما بنعيش سوا. يما حبيبتي يما لا تتركيني يما لا تتركيني يما لا تتركيني يما ما تبعتني يما بنعيش سوا يما. يما بنعيش يما لا تتركيني وعينا. لا تتركيني وعينا. ذبحت أمي ذبحت أمي ذبحت أمي. استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني واشفني يا رحمن الرحيم. الله يرحم ايامك يا الذيب. زمان اول حول الغراب اللي كان يصول ويجول سيفه البتار الكل يهابه ويخافه. جا الوقت اللي صار سيفه من خشب لا يهش ولا ينش. اها، تريد تجرب سيف الخشب؟ لا 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 يا اخو، انا ما قصدت اضايقك، انا قصدت اقول لك وش ينقال وراك بين الربع. وما ادري ليه انت قاعد وساكت. ومن قال لك اني قاعد ولابد؟ هذا اللي انا شايفه. ما حذرت؟ الثعبان حين وده فريسته يلبد ويلبد، الحين ما ينهشها، وبعدها يبتلع فريسته على مهله. افهم انك ناوي نية النوفان؟ ما يهدالي بال غير اخلص منه. والصقر اللي عاده مثل ولده.
الصقر بعد ما له رحمة عندي. انتظر بس، انتظر لحين نخلص عليه وكنزه يصير بيدنا، بعدها أدبرها. لكن حسك عينك، هذا الهرج أحد يدري بيه. أنا هيج عافية. ولك مني يا سلواع، حين نحصل على كنز الصقر اسمع عادلة. قسمة عادلة؟ لا حنا ما عنا قسمة عادلة، حنا عنا قانون واحد بس، القوي ياكل الضعيف. عسى خير. ها وش بيك؟ يابا شنو هو؟ يابا بعد ضربني. بعد يضربك انت؟ تعال جا، تعال جا يا ولد الراعي. ما انا قسمه غير عيال وعيال. تعال 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 خليني اعلمك شيء. تعال انت تضرب عيالي، انت تضرب عيال، انت تضرب عيالي يا كلب يا ناقص يا ولد الراعي. ها تضرب عيالي؟ امشي. يعني هالوجه البارد صحيح ناقص علينا ولد راعي يضرب عيال الشيوخ تليها، هذا اللي ناقص عليه، وتبهر علي بعد طلق اللي يطلع من عينك. امشي. اما انت سلافه صحيح، هذا تليها. يا الربع عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. يا وجوه الخير، كلكم أهلنا وربعنا، والعزا عزا الجميع بوفاة شقيقي الشيخ مسرور رحمة الله عليه. الله يرحمه، كان خسارة على الجميع. حنا ما نقول غير انهاض قضاء الله سبحانه وتعالى، والموت حق. ربنا سبحانه وتعالى يقول بكتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. حنا جميعا واردين هذا الحق، وكل واحد منا له يوم مكتوب ومعلوم، لكن الحياة لزوم عاد تستمر، ومن عقب ما مات، من عقب ما مات. والحين لزوم نسلم على شيخنا وعقيدنا الشيخ سليمان ولد مسرور. لا بالله، هذا الكلام ما يصير. شلون ما يصير يا ولد؟ وهذا العرف والعادة. وش هذا العادات اللي تخلى الصغير يشيخ على الكبير صاحب الحق؟ وش تقصد يا ولد عمي؟ الله قصده انه ابوي اللي يكون الشيخ، مو هو انت وين كنت ولده. يا الربع، اللي يرضى بالشيخة لسليمان يظل معه، واللي ما يرضى يلحقني على بيت الشيخ مرزوق. يا ولد لا يا ولد عمي، انت ودك تقسم العرب عربين؟ انا ما اريد اقسم العرب يا سليمان. ابويا حق منك بالشيخة، ولا انا غلطان؟ لا، ما انت غلطان. يا وجوه الخير، رخصولي أقول كلمة حق قالها الشيخ مسرور
لاخوها الشيخ مرزوق بحضوري. الشيخ مسرور قال لاخوه الشيخة من بعده لولده سليمان. وانت وش دخلك بيننا يا دخيل؟ انا قلت اللي سمعته. رخصتكم. تأدب يا ولد، تأدب وانت تحكي مع نواف. نواف ما عاد دخيل، نواف منا وبين. يبا انا ما غلطت معه، هو اللي اتدخل بيننا. ما هو وقته الحين نبين من هو الغلطان بينا يا ولد عمي. وانا ما عندي الربع، اقولها قدامكم جميع واشهدكم ان عمي مرزوق هو الشيخ بعد ابوي الله يرحمه. اقولها وانا راضي وفخور وطيب الخاطر، وانا اول واحد ابايعه واكون طوعه وتحت امره باللي يامرني بيه. يا ولدي ما هذه وصية. ارجاك يا عمي، انا ما احب اقاطعك بالكلام، لكن الديره ومصلحه الديره اهم من اي فرد بينا، وكلنا باذن الله حراسها وعزيمه لشيخنا وشبيرنا. ما عليه، اوافق بشرط واحد. شرط؟ ويش شرطك يبا؟ قول يا عمي وش شرطك؟ ترى انا سداد واقوم بيه. مو هو انت اللي تقبل بيه، لزوم كلنا نقبل بيه. شرطي ان الشيخ من بعدي هو ولد اخوي سليمان ولد سرور. هذا الشرط. وش قلتوا؟ كفو والله، حنا كلنا موافقين. بارك الله بيك يا الحكيم، بارك الله بيك لانك ما قصرت. الله يصبرك ويجبر عليك يا شيخ. امين. لا ساكت يا سالم. سالم لما تهرج وش بلاك؟ وطفة لا تذكر لي طاريها ارجاك لاجل ما تكدر يومي. علامها وطفة، هذا هي قاعدة ببيتها. وش ودك انا اسوي اكثر من هيك؟ جيت اسولف معك. سولف يا سالم سولف، هذا نسمعك. قل يا اخوي، وطفة والشهادة لله عمرها ما آذت أحد. وكاد يا سالم انك نسيت انها تسببت بموت وصايف. لا بالله ما نسيت، لا بالله، لكن من غير قصد، والنية كان إسعادها. لكن اللي صار. لكن هذا ما يعفيها من فعلتها. يا اخوي انت شيخ وكريم ومسامح. وش بدك انا اسوي يا سالم؟ وش بدك انا اسوي؟ هذا هي قاعده ببيتها، وش اسوي اكثر من هيك؟ اخوي الحرمة الكل يشهد باخلاقها وطيبتها. الحبس ببيتها يأثر عليها وعلى صحتها بعد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وش رايك الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ رداد، المتهمة ما كانت تقصد الأذى لزوجتك ولا كانت تضمر لها الشر، بالعكس كانت تودها وبشهادة الجميع. وحين طلبت منها زوجتك تساعدها على إنجاب عيل، جابت لها العشبة على وعسى يكون بها العلاج، والعلاج من رب العالمين عز وجل. والمتهمة ما كانت تدري أن العشبة سامة، والنية والقصد العلاج. زوجتك خذت العشبة وشربتها، والنتيجة كانت الموت. وباكتشاف أن العشبة سامة هو اللي وصلنا لها النتيجة. يعني هذا الزبدة من كلامك الحكيم. وطفة ما عليها ذنب ولا دية ولا جزاء ولا كفارة. زين يا الحكيم، راح اخذ برايك السديد وراي اخوي سالم، لكن لي شرط. وطفة تقعد ببيتها ما تطلع منه الا للضرورة، وتمتنع على مداواة بالاعشاب. وهذا راي قاطع وما به رد، وما ودي اشوف رقعة وجهها مرة ثانية.
ريح الله حظك. هو اللي صار بشق الشيخ ما يضحك، واللي صار يضحكك ويموت من الضحك بعد. شلون يا الفصيح؟ فرسان اللي هو انت رحت تطلب الشيخ لابوك، ابوك انطاها لسليمان وانت طلعت بح ولا شيء. هذا ما يضحك. رحت تصيده صادك. ايه بالله يا عامر، صادوني. اترك هذا الموضوع علي وانا خدمك بعيوني يا الشيخ، واللي انت تريده يصير ان شاء الله. زين. نصبر على جور الليالي والايام، وبين الحنايا هم والغم مكبوت. نصبر ونصبر والمشاري قدام، ولا عاد تنفع يا ولد زعقة الصوت. خطواتي ودينا على يا حد الأوهام، وخطواتي روح هناك للموت خطواتي روح هناك للموت بعدين معك يا سليمة، الحزن ما ينفع. خزي شيطان واستهدي بالرحمن، ومثل ما يقولون الحي خير من الميت. علامك هرجي ما هو عاجبك؟ سمعيني زين يا خالتي، أنا ماني قادرة أظلني ساكتة على اللي صار بعد ما كنت السبب في موت أمي. قم يمه قم. وش قصدك؟ لزوم أعترف للشيخ رداد إن أمي لقت جزاتها وهي السبب بموت وصايف. سد ثمك، كانت موت أمك خلاك تصير بدون عقل ومجنونة. هو اللي يقول الحقيقة مجنون؟ سمعيني زين، ودك الشيخ رداد وسالم يرمونا برا الديرة ونصير سالفة على كل لسان. هذه المرة قلتيها قدامي، إياك أسمعك تقولينها مرة ثانية. مو قادرة يا أخي، مو قادرة. النار طايحة بقلبي، تاكلني ندم وألم. وين سويت؟ العيش بأمك اللي سوتها، وأنا اللي أعطيتها المصايف بيدي. هذا ما يعفيني من الذنب، لأني ظليت ساكتة على فعايلك أنت وأمي. أمي اللي أنا قتلتها بيدي لأني كنت بشرب المنقوع وتركته. لو ما تركته ما كان جرى اللي جرى. هذا قدرها. وصايف هذا قدرها. قلت لك مالك خص بقتل وصايف. وشلون انتوا قتلتوها عشان اتزوج الشيخ رداد؟ سليمة سمعيني،
فكري باللي بدي أقوله. قدامك حل من اثنين: يا تعترفي وتخلي عرب الشيخ رداد يقيمون علينا الحد. الحد؟ إيه الحد؟ لعاد تعترفين ياخذونا بالحضن وكاد يكون مصيرنا الموت ونصير سالفة على كل لسان. والحل الثاني؟ الحل الثاني هو الأنسب، تسكتين وتصيرين حرمة الشيخ رداد وتصير كل الديرة بيدي ويدك، مال وجاه وعز، وناخذ كل اللي نبيه. شلون قلبي يحترق ألم وندم. زين، انت ما ودك تكفرين عن ذنبك مع امك؟ امك يا سليمة ما ترتاح بقبرها الا انت زوجتي الشيخ رداد. هذه كانت امنية امك. فكري زين، فكري زين. أنت؟ هي أنا. من هو غير نوفان السبع يتجرى يدخل مخدعك؟ صحيح إنك مخبول، إيش جابك بنص الليل؟ الشوق هو اللي جابني. ما أنت خايف أحد يشوفك ويقول للصقر؟ الصقر بسابع نومه، ما بي أحد سهران غير أنا والقمر اللي قبالي. وانتي وش اللي مسهلك له الحين؟ اللي جابك هو اللي مسهرني. صحارى يا بعد روح صحارى، يا بعد جبت نوفان. أنا تعبان يا بنت الأجواد، وبقلبي رجفة ما يعلم بيها غير الخلاق. لا ما ينام الليل قلب اللي انكوى بنار الحبيب، بغير اللقى ما ترتوي عين النوى واهدابها. الشوق جاف النوم بعيون الهوى وحيا اللهيب، قل لي متى الأيام تجمعنا سوى بمحرابها. يطراد حبك بالحشا ما له دوا وما له طبيب، وش رح يساوي الطب بحروق الهوى واسبابها؟ وش اللي يصير يا ولد؟ وين راح لي؟ ما هو رحيل يا عم، شوية غرضان خذتنا بدورة من الشق لبيتنا الجديد. بيتكم الجديد؟ وبيت ابوك الشيخ وهو بيتكم؟ بيت الشيخ مسرور، بيت الديرة كلها يا عمي. ومن رخصتك أنا ودي أطلب منك شيء. ودي بيت الشيخ مسرور يظل عامر وما ينهد، وبيك تقعد به يا عمي. لكن يا ولدي، من غير لكن، أترجاك يا عمي لا تفشلني. ما أنت وجه فشل يا ولدي، اللي ودك إياه صار. رحمة الله عليك يا أخوي مسرور، ربيت زين. تسلم يا عمي، تسلم. يلا
ولي طلب ثاني بعد عندك. صار يا ولد صار. جويعد يا عم، جويعد يضل بالشق وما يفرقوا أبد. وش قولك يا ولد؟ انت كبيرنا وانت الشيخ يا عمي، وانا عبد المأمور، وين ما ودك اكون. وانا والله يعز علي فراق بيت الشيخ مسرور. مكثور الخير يا سليمان، مكثور الخير يا عمي. زين يا عمي، اوصلهم واعود لك ما توخر. سلامة الله. يلا يقول. سلم عليك يا عمي. سلمت يا بنت الأصول، سلمت. مع السلامة بجيرة الله. ليه يا ولدي يا فرسان ما طلعت فيك؟ ليه؟ الحمد لله على كل حال. يا حنيني يا جميلة، يا حنيني يا يباه، يا حنيني يا جميلة، يا حنيني يا يماه. روح يا جميلة، ذي سلمى، روح العبي معها. يلا يبا يلا بسع. امبارح كنا بالتعليلة وانت ما جيت، ورجال سالوا عنك. خير ان شاء الله يا سالم. خير. كنا نناقش امور القبيلة وكنا حابين تكون موجود. شوفت عينك يا سالم، شوفت عينك، طول الوقت مجابلهن ورعاهن. انا شايف، ما انا شايف بعيوني، بس يا اخوي ما يصير البنات وشعرهن يلهنك عن امور القبيله. يا سالم يا اخوي، من يوم ما تيتمن ماتت امهن، وانا قلبي يتقطع كل يوم وانا اسمعني نادن عليها. وايش اسوي؟ ما بيدي شيء. يا اخوي الاصول انك تزوج لجل بنت الحلال ترعاك وترعى بناتك بعد، وهذه سنة الحياة. كل شيء بوقته زين يا سهل، الله يجيب في الخير إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. مكثورة الخير، حنا قاعدات نلف على حريم الديرة لأجل نزور وطفة. وين؟ في الحبس؟ لا، ببيتها. بيتها؟ إيه مصايل، ببيتها. انتي ما دريتي ان الشيخ رداد اطلق سراحة؟ شلون؟ وهي السبب في موت حرمته. الله يكثر خير سالم والحكيم ابو غالب، اقنعوه بالعفو عنها. سالم؟ ما علمني. هذا حنا علمناك، حين تجهزي الحقيقة. يا مصايل، بدنا نتفق على راي، نزور الشيخ رداد نترجاه يسامحها. أخلى سبيلها. وش تريدن عقب هذا؟ حين تجهزي الحقينة يا مصايلة، سلم عليك. يلا بمان الله. سالم؟ ما ودي أطبخ. معقول اللي قاعد يصير يبا؟ يتنازل عن الشيخة وعن مجلس عمي مسرور وانت قاعد وساكت؟ شو بدك اسوي؟ اخبص العرب عربين؟ لا يا بنيتي لا، عنا غراب وما لنا بالناس. بعدين سليمان تصرف بالحكمة والعقل. ايه، والحكمة والعقل يقول انه يتنازل عن حقه؟ ان كان بيها صالح العرب مش عليه. بعدين ما هي رايحة بعيد، عمه بمقام ابوه. وبعد عمر طويل يروح حق سليمان للأبد، لأنه وقتها الشيخة ودها تروح لولده فرسان. يا بنيت الله يهداك، فرسان وسليمان مثل بعضهم، ما بينهم خلاف. يبا لا تقهرني يبا،
الحين انت تساوي فرسان الخسيس بسليمان؟ اسمعي، إن كان ودك تظل تسولفي بهذا الهرج تراش تتعبي وتزعل سليمان منك، تفهمي؟ بعدين خلوه يقعد ببيته. والله منوتي ما يطلع من البيت. وانت تظن انه سليمان اللي وقفه عن خدمة ربعه الجاه؟ بهذه غلبتيني. لا يا سالم، لا يا اخوي. عجايب هذه كانت تفرق بين الناس، كانت تفرق بين الرجال وحرمته بالسحر والشعوذة، ما يا من جانبها أحد. وأبوها ذباح القاضي عدنان، ولا نسيت؟ لا ما نسيت، لكن الحين عجايب بدار الحق. أبوها ما ندري وين أراضيه، والبنت ما يصير تعيش لحالها، لزوم تعيش بيننا. اسمعني زين يا سالم، اسمعني زين. أنا ما ودي أظلم البنت ولا أخذها بجريرة أمها، خلي الرجال يبنوا لها بيت جنب بيتك، لكن والرب المعبود إن سمعت أنها ساوت السحر ولا الشعوذة ما تلوم إلا روحها. زين، عين خير يا أخوي، عين خير. ها وين العزم؟ بدي ازور وطفة. مين؟ وطفة؟ ايه وطفة، وش فيها؟ ولك عين تزوريها بعد ما اتهمتيها؟ انا قلت اللي شفته، سممت مرت اخوك، وانتوا الحكيم استغليتوا طيبة قلب الشيخ رداد وخليتوه يعفي عنها بدل ما تخلوه يذبحها. يا حرمة يا مرة، حرام عليك، الحرمة ما كانت تقصد، وبعدين هذا شيء من رب العالمين، قضاء وقدر. وبعدين لو خليناها بالحبس تموت، هذه ست كبيرة ومريضة. ايه حنون الرحمة مطلوبة. وما دام لك تأثير على أخوك بهالشكل، ليه ما قنعتوا يتجوز سليمة بنت أختي عجايب؟ والله ما تلاقوا مثلها بكل عربكم. بهذه صدقتي، لا انتي ولا هي لكم مثيل بالدنيا كلها. وكاد مهبولة. ترى يا الربع، هذا بيت الشيخ مسرور رحمة الله عليه، الله يرحمه. ايش يا عم؟ وهو بيت الشيخ، بيت الديرة كلها. وبطلب من ولد أخوي سليمان وافقت أظل بيه. ليه؟ لأنه بيت الشيخ لزوم ما ينهد أبد. تسلم يا سليمان، هليلك أصيل من ظهر أصيل. بارك الله بيك يا الربع. ترى حنا كلنا أهل، وأبوي الله يرحمه هو اللي وصاني، والشيخ مرزوق عمي المقام والدي، وكل مالي وحلالي وعيالي اللي جايين بالدرب بإذن الله فدوة لعيون عمي. تسلم يا ولد أخوي، تسلم. الله يديم الوفق على ديرتنا. آمين يا رب العالمين. يبا رحت لبيتنا قالوا لي انك هان. وين ودك اكون يا ولد؟ هان بيت الشيخ، مو هو هناك. من متى يبا؟ على دور جدي وجدك من نزلوا بهالبلاد، ما تكون نسيت يا ولد عمي.